الناس كلها عامله لي فيها محللين اقتصاديين، وكل واحد يقول لك خلي بالك وفي موجه جايه وفي زلزال والدنيا مطرت في عز الحر وفي السواحل الشمالي. عايز اقول لك انك انت وانت عمال تنقل البوستات دي وعمال تاخد من هنا ومن هنا، هم مكانين بتاخد منهم، يا بتاخد من الدوله المعلومه يا اما بتاخد من عالم يكون ثقه انت عارف ان هو حد متخصص في الحاجه دي. انما قصه انك عمال تاخد بوستات من هنا وتوديها هنا وانت مش واخد بالك انك بتاذي شركه سياحه او بتاذي صاحب عماره او بتاذي حد عامل حسابه على الصيف الناس طالعه تصيف عنده، انك انت خوفتهم، انك بتاذي اسره مصريه بتروح تصيف مره واحده في السنه تيجي تخوفهم. انا لسه راجع من مرسى مطروح ومن الساحل الشمالي، الجو كويس جدا جدا، ما كانش التكييف بنشغله خالص من كتر ما الجو كويس. طول ما انت ماشي في الشارع في هوا وفي نسمه كده وهوا يرد الروح. خلي بالك وانت بتنقل البوستات انك انت بتاخد ذنب انك انت نقلت معلومه من مكان مش موثوق وخوفت الناس. بس تقول لك اصل الدنيا مطرت في الحر، طب ما تمطر وربنا عنده حاجه ورا النقطه دي. لعل في كائن حي ربنا بس هو اللي مطر عشان الكائن ده يستفيد بالميه، شجره ربنا عايز يسقيها. انت تيجي تقول لا اصل دي نظريه مؤامره كبرى، انت قاعد مش فاهم حاجه وعمال تاخد بوستات من هنا ومن هنا. اصلا من ساعه حرب ايران والكيان الزفر وعندنا كله محللين اقتصاديين، افتح البروفايل قصص قد كده. يا عم انت بتاخد الكلام كوبي، يا تاخد الكلام من الدوله يا من حد ثقه، وخلي بالك انك انت بتاخد اجر يا تاخد عقاب على الكلام ده. فما تاذيش حد ولا انك انت تنزل معلومه اصل في زلزال من جوه ايه او جاي منين وانت ما عندكش المعلومه، لان والله ما فيش ان شاء الله الكلام ده. وكل اللي حاصل في مطروح او حاصل في حاجه او حاصل في اي سواحل دي نوه بتحصل طول عمرها من اخر شهر 6 لحد يوم 10 7 وبعد كده بتختفي. البحر بينظف نفسه بنفسه. فما تنقلش حاجه من اي مصدر الا ان كانت من دولتك او من حد موثوق فيه، تكون انت عارف ان متاكد ان الشخص ده عالم في الحاجه دي. فربنا يحمينا ويحميكم كده جميعا ويوفقنا، وما تاذيش غيرك بانك انت بتنشر معلومات سلبيه ملهاش اي صحه.